صباح الخير. على السريع كده ملحوظة. أنا يمكن أصدقاء كتيرة طلبوا مني الفيديوهات فين وكذا. أنا مشغول في رحلة بعدلها إن شاء الله للخليج. فمش مركز قوي مع القناة، مركز مع يعني شغل تاني يعني. لكن شفت ملحوظة على السريع في دقيقة في دقيقتين، بس يا رب يعني الموج ما ياخدنيش يعني وانا المطربين الهفق اللي بقوا أغنياء وبقوا معاهم فلوس وجهلة وجرابيع وشغلين الرأي العام الهفق. لأن لو في حد ذو قيمة خلاص بيحوط على قيمته وبيفضل ينتج لحد لما ربنا يأذن بأن قيمته ديت الناس هتعرفها أو ما تعرفهاش. وأكم ناس كتيرة اتعرفوا بعد ما توكلوا على الله بس أنجزوا. عندنا مشكلة في الفترة بتاعة الثمانينات وانت جاي، ان الفهلوة تسيدت الواقع الثقافي والواقع الفني، ودي مش ادعاءات ولا تقريع في حد ولا اي حاجة. ده اللي حصل وده اللي احنا شفناه في كل مناحي الثقافة. كتاب، أغنية، أصوات، تراجع دور الإذاعة عن إنتاج أغاني واكتشاف أصوات جديدة، وتقلص الدور ده. هل الدور ده كان مقصود؟ معرفش، لكن هو الدور حاصل. أنا بتكلم كلام خالي من اي تدليس ولا خالي من اي حاجة. احنا ظروفنا دلوقتي هي ظروف تنمية غير مسبوقة في تاريخ مصر. اذا ما كانش اي جربوع حاسس بده هو حر، ما يحسش. انما احنا اللي عايشين وشايفين ومتأكدين من كمية المشاريع اللي بتحصل. وضع طبيعي. في ناس على فكرة لو دخلوا الجنة هيقولوا احنا عايزين جنة وربع، لا وهم جرابيع ما يستحقوش من وجهة نظرنا. انما من وجهة نظر الله الخالق الرازق يتصرف فيهم زي ما هو عايز جل جلاله. سريع برضو الملحوظة عشان موج البحر ما ياخدنيش. احنا بنتكلم على الثقافة المصرية والفن المصري والإبداع المصري والموسيقى المصرية. على فكرة بالمناسبة حتى في لحظات ضعفنا لا احنا متأسسين وأقوياء. وابن عمي اللي غني، اللي تاجر في الخيش وتاجر في السرسة وبقى غني، ربنا يكرمه. ربنا هو اللي هيحاسبه اذا كانت الفلوس حلال ولا حرام، وربنا اللي هيحاسبه هو بيصرفها فين. ولا بحقد عليه ولا بحسده ولا اي حاجة خالص. لان ابن عمي لما بيجي يعمل فرح لازم يعزمني انا، لانه هو عارف انا مين، ولازم ياخد الطقم بتاعنا، ولازم ياخد الصحون بتاعتنا، ولازم ياخد اللبس بتاعي، لازم ياخد بدلتي، ولازم ياخد فستان امي وجلابيه خالتي. لان هو انا مش عايز اتكلم كتير. افتكر الرسالة وصلت، وافتكر ان مصر هتفضل دولة عظمى ثقافيا رغم ما يحدث. اقعدوا بالعافية.